مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست صوت روعة. أنا اسمي روعة، واليوم غادي نهضر لكم على واحد القوة اللي قادرة تبدلي بها حياتك. اليوم موضوعنا هو طاقة الجذب، وغادي نعطيكم خطوات عملية باش ما تقولوش هذه قصة غير كتبهبل لي على الخاوي. خطوات عملية 100% واللي أنا شخصيا جربتهم في حياتي وعطاوني نتيجة. فقط تبعيهم خطوة بخطوة وردي لي. واش عمرك حسيتي بلي أفكارك كتجذب ليك تجارب، ولا فين ما كتبقاي تفكري بزاف في شي حاجة كتبدا كتبان لك كلير مناسبه تقدي عليها، تقدي ديريها رغما زعما عن دوك لي زوبستاكل اللي عندك. هادشي ماشي صدفه، ثقيني. اليوم غادي نعطيك الخطه الدقيقه باش تفهمي وتعرفي اش واقع. كنعرف واحد صديق قريب من العائله كان دائما كيحلم يولي من التجار الكبار، ولكن في كل فرصه صغيره كانت كتجيه كيقول لا ماشي دابا، هذه ماشي ديالي، لا هذه ماشي قدي، ويلي انا نقدر ندير هادشي كامل، لا هذه ماشي ديالي. وبقى على داك الحال حتى النهار اللي قرر يبدل الطريقه اللي كيهضر بها مع راسو، ويبدل مصطلحات بحال لا يمكن، اليمكن، او لا كيفاش غندير باش نوصل لهذيك الحاجه، ما عمرني نقول ما يمكنش. دونك ولا كيقول كيفاش، لا هذيك يمكن واخا كتبان لي راه امبوسي، لا كيقول لا راه يمكن. وهي غاده ابخي بداو كيجيوه فرص، ولا كيستغلهم شويه بشويه. بدا كيتعرف على تجار كبار، بدا كيمشي معاهم البلايص منين كيتقداو، بدا كيدخل معاهم المصانع ديالهم. وهي غاده وبدا بشويه بشويه حتى قدر يبرز الاسم ديالو في مجال التجاره. وهذا الشيء ماشي معجزه ولا سحر ولا لا، هذا الشيء كان سببه من بعد الله، فقط تغيير الطريقه اللي كان كيشوف بها الامور، وخاصه الطريقه باش كان كيهضر مع راسو. الوغ اول حاجه غنبغيك تفهمي بعدا اشنا هي طاقه الجذب. بكل بساطه طاقه الجذب هي عباره على افكار اللي كتولد في الذهن ديالنا، وكتولد عندنا مشاعر تجاه ديك الافكار، وبالتالي التركيز والانتباه ديالنا كيولد بدوره ترددات اللي كتبقى كتعاود اليوم غدا في العقل الباطن ديالنا بلا ما كنحسو، الى ان كيبدا كيتيقها، وكنبداو كنتصادفوا مع تجارب اللي كتوافق داك الشيء اللي احنا كنا شاغلين به بالنا او كنا كنحلموا به، وكيبدا كتبان لنا الطريق بكل وضوح، فقط من بعد ما كنطلقوا العنان الافكار ديالنا. ابخي كتجي واحد الحاجه اللي كنسميوها لا فيزواليزاسيون، اللي هي التصور. وهذه النقطه جدا مهمه، واللي كيكون عباره على مزيج ما بين الفعل والاعتقاد، ما بين اش غندير او اش كندير من افور، والاعتقاد اللي هو
فين كنشوف راسي، واش بصح قادر، شحال قادر نعطي، شحال قادر نبدل في هذا لو سونس هذا. الحق كيخصك تكون حاط بين عينيك هدف واضح وعارف مزيان اش باغي، وتبدا تصرف على اساس راك عايشو واخا هو مازال ما تحقق. مي كيخصك تحس به بحال الا راه وقع الان، تهدر باسلوب الحاضر وتبدا تحرك وتخدم بشويه بشويه انفير هذاك الحلم ديالك، وباذن الله وبالاصرار ديالك غادي توصلي ان شاء الله، او غادي توصل حتى انت ان شاء الله الا بغيتي. ودابا غادي نعطيك خطوات سهله وجد عمليه اللي غادي تخليك تبداي تغيري الواقع ديالك بشويه بشويه، ولكن بالثبات. كيف كيقول المثل الفرنسي الشهير دوسمون مي سيغمون. ما علينا، اول خطوه واللي هي خاصك تحطي هدف واضح بين عينيك. مثلا انا باغا نولي رائده اعمال في مجال، نحدد داك المجال، مثلا مجال الالكترونيات، وبغيت نولي كندخل خلصه مزيانه شهريا. نحدد هذاك المونطون اللي بغيت، مثلا 50,000 درهم، 60,000 درهم، ما نشوفهاش مستحيله، كل شيء قريب عند الله. وحدد لي وقت، مثلا من 2025 حتى 2035، من هنا 5 سنين، من هنا 3 سنين. شوفي انتي واشنو كتشوفي راسك قاده. وبطبيعه الحال ما تقوليش لا انا ما قاداش، خصني نبرولونجي في هذا الوقيته ولا نعطيها، يعني نعطيها واحد المده اطول. لا، انت هنا في تحدي، خصك تحدي راسك. شوفي كنهضر معاك بحرقه، فهمتي؟ بحال شي واحد ديالي بصح باغا ليه الخير، ما كنهضرش من فراغ، كنهضر حيت بصح انا دزت من هذا الشيء، حيت نهار قررت نبدل طريقه باش كنهضر مع راسي، ونهار قررت نحط تحدي بيني وبين راسي ووعد بيني وبين راسي، الحمد لله بديت كنشوف نتائج جد مرضيه ولله الحمد. ثالث حاجه اولا ثالث خطوه هي الاعتقادات ديالك براسك، يعني الايمان ديالك براسك وبالقدرات ديالك. اشنو قادة ديري باش توصلي لهذاك الهدف؟ ما عمرك تهضري مع راسك بطريقه سلبيه، لا، ديما قولي ديجا فين ما تهضري على راسك، يعني تقولي انا، ديما تبعي ليها حاجه موجبه، فهمتي؟ انا زوينه، انا نشيطه، انا هادشي خارج على الموضوع، ولكن ما عمرك تبعي مورا انا، يعني كتهضري مع راسك تبعي شي حاجه اللي سلبيه. ثقي بيا، هذه بمثابه دمار نفسي لكل وحده، وما كيبان لنا هذا الشيء حتى كتفوت واحد المده، يعني كيتجمع داكشي كيعطينا واحد الكومول، عاد كنفجروا ابخي تلقاو حنا اللي درنا على راسنا بكيفاش كنهضروا مع راسنا. نرجعوا للخطوه الثالثه كي قلت لكم، الايمان ديالك براسك وبالقدرات ديالك. كي قلت لك ما عمرك تهضري مع راسك بطريقه سلبيه، لا، ديما قولي لراسك انتي تستاهلي هذيك الحاجه، تستاهلي هذاك الشيء كله اللي في راسك، ولو يكون تيبان لك امبوسيبل، تستاهليه، وتيقي انك تستاهليه وتستحقي توصلي لداك الشيء كامل باش كتحلمي. بدلي العبارات اللي كتخاطبي بها راسك، بحال مثلا الا بانت لي شي حاجه صعيبه غنقول عليها هادشي صعيب، لا، هادشي سهل، وي سهل، خاصني فقط نبدا، غير نجرب. فاش كتبداي كيبداو يطيحوا عليك افكار، كيبداو يطيحوا عليك حلول، حتى كتسالي ديك الحاجه، حتى كتقولي واو، راه غير انا اللي كنت معظمه هذا الامر هذا، راه انا اللي كنت مصعباه على راسي. داكوغ؟ ولكن
باش تبدلي لي هذوك الاعتقادات، دوزي في نفس الخطوة المرحلة اللي هي جد مهمة اللي هي الكتابة. كتبي هذوك الاعتقادات ديالك بطبيعة الحال يكونوا إيجابية، وبقاي كل صباح كوني حاطة حداك هذوك الاعتقادات اللي كاتبة، كل صباح اعتبريهم بمثابة توكيدات. بقاي تعاوديهم عاوديهم وعلى اساس انت راكي عايشاهم. كيف قلت لك كتبي بصياغه الحاضر او بصيغه الحاضر، سي بون. هكا كتخلي العقل الباطني ديالك يتيق هذيك الافكار على انها حقيقه، وبطبيعه الحال قد تعيشيها. دونك يدير لي فور ديالو الاخر ديال المجهودات ديالو باش ان شاء الله تحققي داكشي. في الدين ديالنا مهم، ما عرفتش انا صوره بالضبط، انه الانسان المفاد ديال الفيرسي هو انه الانسان كيشد غير داكشي اللي كيتجازى غير على داكشي اللي كيدير. يعني كنحاول نتفكرها دابا، وان ليس للانسان الا ما سعى. غالبا كنتمنى نكون قلتها صحيحه. دابا غندوز معاك لرابع خطوه، واللي هي تحركي. انوضي نعمل للبراتيك، صافي بداي ليا التطبيق. خلينا من التيوري، تحركي بكثافه وذكاء في نفس الوقت. حاولي قد ما قديتي تكوني منضبطه، حيت فوق هادشي كامل ما كايناش شي خطه كتوصلنا لداكشي اللي بغينا بلا لا ديسيبلين، بلا الانضباط، بلا الاستمراريه. الا ما كنتيش منضبطه تيقيني ابسط الاهداف ديالك ما غاداش تحققيهم. ولكن الا بقيتي مستمر ولو غير خطوه واحده كل نهار، سواء كانت تعلم شيء جديد ولا تواصل مع ولا الحديث يعني مع ناس عندهم علاقه بالمجال اللي انت باغا تبدايه، كوني اكيده غيجي كل شيء سهل. دابا غادي نبغيك تخلي كل شيء على جنب وتحاولي طبقي معايا هاد لابيرسو ديال التمرين اللي كنت كنهضر لك عليه ملي بديت البودكاست حتى لدابا، باش تولي عارفه اشنو خاصك ديري في هذاك 3 دقائق ولا 5 ديال الدقائق كل صباح. دونك دابا غادي نبدا معك. غتحاولي تعطيني 3 دقائق من وقتك. سدي عينيك وركزي مع الصوت ديالي. تنفسي بعمق. شهيق زفير. كتخيلي الهدف ديالك واضح قدامك، فين انتي كاينه، فين خدامه، المشروع ديالك، حياتك الشخصيه. شنو كتشوفي؟ شنو لابسه؟ اين بارفان دايره؟ باش كتحسي؟ عيشي المشهد ديالك بأدق التفاصيل ديالو. كنأكد أدق التفاصيل ديالو. الناس اللي حداك ودايرين بيك، الكلام اللي كتسمعيه، الفرحة اللي ترسمت على وجهك دابا ملي شفتي في المراية ديالك. فرحتي ياك؟ دابا خلي هادشي يدخل لقلبك، خلي هاد الفرحة تدخل لقلبك، وخلي هاد الإحساس يكون ثابت وانتي متأكدة منه.
انتي دابا كتعيشيه، من بعد رجعي بشويه بشويه، حطي في بالك نية انه كل يوم غديري واحد الخطوه باش تحققي كاع هادشي اللي شفتي. تقدري تبداي من اليوم. اش كتسناي؟ كل شي بين يديك. دابا كنتمنى تاخدي الامور بجديه. خاصك تعلمي كيفاش تهضري مع راسك. خلي لا نيجاتيفيتي، ما توبخيش راسك، ما تقوليش منين غادي نبدا، منين غادي الفرصه. لا، خاصك تكوني عارفه انه خاصك تحركي. راه كي كنقولوا في الحركه بركه، ولا لا؟ والفرصه دائما كتجي مع الحركه ومع مخالطه الناس. ومع الوقت غادي تولي كتشوفي هذوك الفرص اللي كنتي كتفلتيهم عليك ولا ما كتردي لهمش البال. سي بون. الفشل راه ماشي عيب. ما تقوليش ويلا ما نجحتش، ايوا ويلا ما صدقش، ايوا لا. اولا عارفي كيفاش تهضري مع راسك. يعني هاد الافكار السلبيه حاولي لو ماكسيموم بوسيبل تبعديهم عليك. ديما فكري ايجابيا. واخا هانتي فشلتي الى اولو بروبليم، ماشي نهايه العالم. واخا هذه تجربه، خاصك فقط تعرفي ديري التعديلات المناسبه في لي بارامتر ديال العقل ديالك. يلا نوضي 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 نوضي، اش مازال كتسناي؟ خدي 3 دقائق ولا 5 دقائق ولا حتى 10 كل ليله قبل ما تنعسي. كتبي فيها هذوك الاحلام اللي غادي تعاوديهم في الصباح. فاش تنوضي اول ما تحلي عينيك حاولي تكون عبارات صغيره اللي تكون بيان سور مناسبه للحلم ديالك واللي تقدري تبقاي تعاوديهم كل نهار. يعني ما تشوفيهمش مثلا يكونوا طوال وتعكزي عليهم. لا صافي قلتهم البارح، لا، هذا الشيء خصك ديريه يوميا. دونك اهم حاجه واللي ما نبغيكش تنسايها هي الانضباط والاستمراريه. شفتي راه 1% كل نهار من هذا الشيء اللي كنقول لك. كوني اكيده يا اختاه قد تهزك من النيفو اللي انتي فيه وتحطك في اعلى المستويات. فقط 1% باغ جور. نعطيك مثال صغير. ناخذ واحد السيده مثلا، هاد السيده نسميوها سيليا، ياك؟ هاد السيده بدات كل نهار كتنزل فيديو صغير، ماشي بالضروره 15 دقيقه 20 دقيقه، ولا فيديو صغير يقدر يكون فيه غير 5 دقائق، وكتفاعل في لي كومونتير مع الناس اللي كيكومونطيو ليها. وبداو الفرص كيجيوها من تفاعل، عروض بسيطه. من بعد فقط 4 شهور 5 شهور ما كاملاش كان عندها مجتمع صغير ولكن متفاعل معها. وهذه كانت البدايه فقط. بيان سور هذه قصه مستوحاه من واحد السيده اللي كنعرفها شخصيا، ولكن حاولت ما نعطيهاش، يعني ما نعطيش بزاف ديال لي ديتاي وما نعطيش سميتها الحقيقيه. ولكن الفكره ديالي واضحه. تغيير الواقع ماشي معجزه، ولكن فقط طريقه باش توجهي حياتك. طبقي التمارين اللي هضرنا عليه والخطوات اللي قلت لك. وضوح، يعني وضوح الهدف. زيدي شويه ديال المشاعر، اعتقادات ديالك بدل ليهم ودوزي للفعل. صافي راه عطيتك امثله باش صافي ما تقوليش ما عرفتيش ما فهمتيش شي حاجه. عطيتك الامثله ديال كيفاش ديري ميديتاسيون يعني ولا كيفاش ديري التصور. عطيتك امثله ديال الناس اللي اليوم على غدا اليوم على غدا حتى وصلوا. دونك نوضي، اش كتسناي؟ وضوح، مشاعر، اعتقادات تكون ايجابيه ودوزي الفعل ثم الفعل ثم الفعل. والاستمراريه والانضباط هي السر فهادشي كان. فقط 21 يوم وغادي تشوفي الفرق. وقولي قالتها روعه. سي بون. وما كرهتش الصراحه فاش تحسي براسك بديتي كديري شي انجازات وبديتي كتافونسي في حياتك. ترجعي لي لهاد لا فيديو هذا وتقولي لي في لي كومونتير واش بصح خدامه معك هاد الخطوات ولا لا.
حاجه اخرى، واش تبغيوني نشارك معاكم يعني برنامج ديالي الخاص ديال الانجاز اليومي ديالي؟ يعني شنو هذاك الشيء اللي مثلا باغا نوصل ليه، اشنو كندير يوميا، كيف قلت لكم فقط 1% مهم يوميا، ما يدوش عندي النهار بلا ما ندير حتى حاجه. واش تبغيوني زعما نبارطاجي معكم البرنامج ديالي؟ سي سيوي خليو لي في لي كومونتير باش كومسا نعرف. صراحه عطيتكم زعما امثله، ولكن اذا بغيتو زعما امثله تطبيقيه بحال الكا ديالي مرحبا. كانت معكم روعه من بودكاست صوت روعه. الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش لايك وسبسكرايب وشاركيها مع اي واحد محتاج يسمع هاد الهضره، اختك، صاحبتك، خوك، مراتك، اذا انت راجل اللي سمعتي هذا الفيديو ديالي، اي واحد كتشوف انه ممكن تحفزوا ولو 1%، بارطاجيها معه. ما سخيتش بكم، الى الحلقه المقبله ان شاء الله.